الفنان المطرب السوري جورج وسوف طبعا فنان مطرب مشهور جدا. فبيقول ان هو اتعرض لموقف ضايقه. بس هو بيقول انا اخدته، يعني شوفوا ازاي بيتعرضوا لمواقف الفنانين. بيقول انا اخدته بصدر رحب رغم ان هو ضايقني. بيقول ان انا وكنت في مطار الاردن مسافر يعني، وهو لقى في المطار ضابط الجوازات. فبيقول له انا ما بحبكش. فالمطرب جورج وسوف بيقول ايوه انا اتضايقت جوايا، بس انا بصيت له وضحكت وقلت له انت هتحبني. بيقول لفت الايام وبعد 7 سنين برضه في المطار، في مطار الاردن وانا مسافر، الراجل ده قابلته اللي هو ضابط الجوازات وقال له من ساعه ما قلت لي انك هتحبني حسيت ان انا فعلا حبيتك وبموت فيك وبتابع كل اغانيك. بيقول الموقف دوت يعني فرحني جدا وفرحت بيه جدا على قد ما كان مضايقني من 7 سنين. برضه بتقول الفنان الكبير جورج وسوف بيقول انا تعرضت لموقف تاني، بس المرة دي معجب، يعني كان معجب بيا لدرجة بيحبني جدا. بيقول وانا بغني على المسرح نزل واحد معجب ومن فوق لتحت كان هيتكسر. وبعدين اللي هو كان خلاص هيتكسر، فجم اتلموا عليه ناس وكانوا هيضربوه، وانا قلت لهم لا لا سيبوه ورجعوه مكانه. فبعد كده ضحك وخدها، يعني ازاي فرح انا على قد ان هو الراجل ده حبني، بس انا اتضايقت ان هو اتعرض للألم وللأذى. بيقول انا كلمت الجمهور بعد كده وقلت له اوعوا تعملوا زيه عشان ما تتعرضوش اللي هو تعرض له وتدفعوا الثمن زيه. حبايبي دي من المواقف والطرائف اللي حدثت والمصاعب برضو اللي حصلت للفنانين. حبايبي اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم.